بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. عملنا مع بعض الفيديو اللي فات الملبن، وإن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الحمصية والسمسمية والفولية أو السودانية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش هياخد منك وقت أكتر من نص ساعة في تحضيرهم، وبشوية تركات هقولك عليهم هتاخدي بالك منهم، وإن شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة حتى لو أول مرة بتعمليهم. لكن قبل ما نبدأ من فضلكم اعملوا شير كتير علشان الفيديو يوصل لكل الناس. يلا بينا نشوف عملنا الوصفة دي ازاي. الاول كده بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الخامات او الادوات اللي احنا هنستخدمها طبعا معانا كده صينية اديتها دهنة من الزيت وفردت عليها كيس تلاجة او استرتش راب، وبرضو هنديله دهنة من الزيت. ومهم جدا انك تعملي الخطوات دي من قبل ما تبدأي في تصنيع الحلاوة او في عمل الحلاوة. دهنا كده الكيس برضو من الزيت، ومعانا معلقة هنا برضو هندهنها من الزيت، والسكينة اللي هنستخدمها في تقطيع الحلاوة هندهنها برضو من الزيت. ويلا نشوف الخطوة اللي جاية. اول حاجه هنا معايا كوبايتين من الحمص ده جايبينه كده من المجلة، حطيته في المصفى بتاعه البطاطس علشان ننزل منه اكبر كميه من القشر اللي عليه. طبعا بنجيه. الحمصية البيضة دي هي اللي بنستخدمها طبعا، والحمصية اللي ناشفة دي لونها بني غامق بنشيلها من الحمص علشان يعني ما تجيش تحت ضرس حد، وانتوا عارفين الباقي. ربنا يعافي الجميع يا رب. شايفين كمية القشر اللي نزلت من الحمص؟ طاستين على البوتاجاز هضيف واحدة فيهم كوباية إلا ربع من السكر، وهنزل عليها بربع كوباية من المية. بس خدي بالك ان السكر ما يطرطش على حواف الطاسة علشان ما يتحركش معاكي. بعد كده هنضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. لو ما عندكيش ملح ليمون يبقى عصير نص ليمونة، بس تصفيها من البذر والتفل بتاع الليمون. بعد كده ضفت معلقة كبيرة من عسل الجليكوز، وده اختياري، اللي مش حابب يضيفها ما يضيفهاش. انا هعمل معاكم السمسمية والفولية من غيره، وهيدينا نفس نتيجة الحمصية. بعد ما السكر غلي معانا خليناه على نار متوسطة، بعدين ضفنا الحمص في الطاسة التانية كده وهنشوحه لحد ما يسخن معانا. انا ضفت معلقة الجليكوز وقلت انها اختياري علشان اللي حابب يضيف عسل جليكوز، لكن عسل الجليكوز مش اساسي في الوصفة. يعني انا هعمل معاكم السمسمية والفولية من غير ما اضيف عسل جليكوز، وهيدينا نفس النتيجة، علشان ما توقفيش نفسك على حاجة وتعملي احلى حلاوة لولادك، حلاوة المولد. وكل سنة وانتم طيبين. هنا السكر ابتدى يدخل معانا في مرحلة الكرملة. اول ما العسل بتاعنا هياخد اللون الذهبي ده هناخد منه شوية كده ونعمل له اختبار. معانا كوباية مية متلجة، هننزل بالعسل ده وهنجمع العسل اللي احنا حطيناه في المية هنعمله زي كورة. اذا طلعت معانا الكورة دي ماسكة نفسها بس فيها سن الطراوة، وانتي حابة ان الحلاوة تكون معاكي طرية شوية، بتنزلي بالسمسم او الحمص اللي معاكي. لكن لو عايزة الحلاوة تكون ناشفة معاكي ما تكونش طرية، واول ما بتكسريها كده تتكسر، استني على الشربات ده على النار لمدة دقيقة، وبعدين ارجعي اعملي له الاختبار. هيتكسر معاكي الشربات زي ما شفتي معايا كده. في المرحلة دي بننزل بالحمص اللي معانا، ولازم يكون الحمص سخن، وننزل بيه على الشربات برضو وهو سخن، ونقلبه بسرعة. وبنبتدي كده ننزل بالحمصية بتاعتنا على الصينية اللي احنا جهزناها. عرفنا ليه جهزنا الأدوات كده في أول الفيديو؟ علشان الحلاوة دي بتنشف بسرعة يا جماعة. هنبتدي كده نسويها بالمعلقة اللي احنا دهنينها زيت علشان ما تمسكش معانا. بتسويها كده، وبعدين ممكن تتني الكيس زي ما أنا بعمل. لو يعني استحملتي حرارتها كده وسويتيها بإيديكي ممكن، أو ممكن تعمليها بالفرادة أو النشابة صغيرة عندك. بتسويها بالشكل ده وبتضغطي عليها كده، طبعا السمك اللي انت عايزاه بتاع الفولية او الحمصية. بعد كده معايا هنا السكينة، طبعا انا مديها دهنة زيت، وبرضو هي الحلاوة لسه طرية معايا. هبتدي كده اعمل فيها العلامات دي وهقطعها علشان اول ما تنشف الاقيها كده متقطعة معايا حتت. انا هنا تنيت الكيس وهكملها كده تقطيع، هتكون معايا اسهل. ولو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. ولو عجبتكم القناة يا ريت تنورونا بالاشتراك. جهزنا خلاص الحمصية، وهنبتدي دلوقتي في الفولية او السودانية. معايا هنا كوباية الا ربع من سكر التموين زي ما قلت لكم،
كوباية الا ربع، وهننزل بيها كده في الطاسة، وهنزل عليها بربع كوباية مية. بس تخلوا بالكم السكر ما يجيش على حواف الطاسة علشان ما يتحركش معاكم ويسكر. بعد ما ضفنا المية هنضيف عصير نص ليمونة للي ما حبيبش يضيف ملح ليمون او مش متوافر عنده. بعد كده هنجيب كوبايتين من الفول ونديهم تحميصة، ولو ملاحظين الشربات بتاعنا ابتدى يكرمل، هنعمل له الاختبار زي ما عملنا في الاول. بتاعنا ابتدى كده ياخد لون ذهبي، هننزل بيه في المية المتلجة. اول ما هيعمل معايا كورة كده ونكسرها وتتكسر معانا يبقى الشربات جاهز. في المرحلة دي ههدي النار خالص بعد ما كانت النار وسط، وهنزل بربع معلقة صغيرة من الكربوناتو وابتدي كده اقلب بسرعة. بعد كده هنزل عليهم بالفول الدافي او الفول اللي احنا سخناه، لازم يكون الفول سخن. بعد ما نزلنا كده الفول على العسل وعملنا السودانية خلطناها مع العسل كويس، على نفس الصينية هنا اديت دهنة زيت سريعة علشان انا استخدمت الكيس على الحمصية. بعد كده هننزل بالسودانية زي ما احنا شايفين، وهنعمل فيها نفس اللي عملناه في الحمصية. عايزة اقولك ان الحمصية نشفت على بال ما خلصت الفولية، الحمصية كان نشفت وجهزت معايا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بس نصيحة الله يبارك لك انتي وبتعملي الحلاوة دي، يا ريت ما يكونش جنبك اطفال. هتسويها كده وهتعملي فيها نفس التقطيعات اللي عملناها في الحمصية اهو زي ما احنا شايفين يا جماعة، علشان لما نيجي نكسرها بعد ما تنشف تتكسر معانا بسهولة. يعني الحلاوة اتعملت في وقت بسيط وبمقادير بسيطة، وعملنا اللهم بارك كمية حلوة. هنعمل نفس خطوات العسل في السمسمية، ولو انتي مش حابة تضيفي عسل جليكوز ممكن تضيفي معلقة عسل نحل او تستغني عنهم الاتنين. نفس خطوات العسل ونفس اختبار العسل عملناه في السمسمية. وهنا كنت دهنة الصينية زيت ودهنة الكيس زيت ونزلت بالسمسمية زي ما انتوا شايفين كده، ويها زي ما احنا شايفين. بعد كده معايا كيس دهنة زيت، وهغطي بيه السمسمية وابتدي اسويها كويس واضغط عليها كده، طبعا بالسمك اللي انت عايزاه. لو استحملتي حرارتها اعملي زي ما استحملتيش اعمليها في صينية مربعة واعمليها بنشابة صغيرة في الهواء، ممكن تحت مروحة. يعني سبتها حوالي ساعة أو ساعة ونص وهي نشفت في وقت أقل من كده. شايفين حلاوتها وجمالها، واتعملت معانا في وقت بسيط، ما خدتش وقت معانا خالص. يعني بكمية بسيطة وبمقادير في البيت عملنا حلاوة المولد اللهم بارك. لو شايفين الفيديو يستاهل اللايك، ياريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، وخدوا لفه في القناه وان شاء الله تعجبكم وتنورونا بالاشتراك. شايفين الحلاوه وحلاوتها وجمالها، وهي اصلا حلاوه. كمان دلوقتي هسمعكم الصوت. يعني يا ستي مش هتغرمي غير حق السمسم والفول والحمص. يلا قومي اعمليها، مستنية ايه؟ ممكن تشوفي اي نوع من دول اللي بتحبوه اكتر وتستكفي بيه وتعمليه. دي مش كل كمية الحلاوة اهلا واخدين بالكم، انا شايلة منيها في العلبة دي هوريها لكم دلوقتي. والملبن انا عملته معاكم الفيديو اللي فات وكان طعمه في منتهى الجمال. وما وصيكمش مشاركة كتير للفيديو علشان اكبر عدد يشوفه والقناة تكبر بيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات. كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.